السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. في الفيديو ده انا جاي اكلمك عن هذا الكائن، جاي اكلمك عن التليفون، جاي اكلمك عن استخدامك للتليفون، جاي اكلمك عن ايه كل اللي انت محتاج تعرفه عن الجهاز ده قبل ايه ما تستعمله. طبعا دلوقتي انت اكيد قلت ايه، الفيديو ده اتحرق 8 مليون مرة. مفيش كائن معاه كاميرا الا واتكلم عن الموضوع ده. يتهيألك ان انت دلوقتي متوقع كل كلمة انا هقولها، بس يا ابني عيب عليك. مش انا برضو اللي جاي اقول لك فكرة محروقة؟ صدقني عندي حاجة جديدة، عندي وجهة نظر مختلفة جاي اقول لك عليها في الفيديو ده. تمام، انا تقريبا نسيت اشغل المسجل، تخيل كنت عمال بقول ده من غير ما اسجل. دلوقتي عايز اقول لك انت ليه اصلا محتاج تستبدل التليفون. يعني انا في واحد ممكن يقول ان يعني فكره ان انت بتستخدم تليفون اصلا دي مش حاجه وحشه. ما تستخدم يا عم التليفون، ما تقعد على التليفون. وانا مش بتكلم عن الاوفر يوز، ما بتكلمش ان انت بتقعد 12 واليوم كله على التليفون، لا بتكلم انت مستخدم تليفون عادي، بتستخدم التليفون يا عم خلينا نقول بكثره. فانت ليه اصلا محتاج تستبدل التليفون؟ لان يا عزيزي المتفرج، التليفون عمره ما هيسيبك تاخد الغرض اللي انت عايزه وتمشي في امان الله. دايما هيحاول يدخلك في دوامة من نوع ما. هتخش تعمل حاجة وهينتهي بيك المطاف ان انت قعدت ساعة على الانستا، هي كده. وان انت تقاوم ده الطريق الصعب. يعني ان انت تحاول تفرس نفسك او ان انت تضغط نفسك ان انت تاخد اللي انت عايزه وتطلع من غير ما تتأثر بأي حاجة، ده جزء صعب ومش دايما هينجح. هو طريق يعني عادي، واحترم اي حد بيسلك الطريق ده، بس انا جاي اكلمك على الطريق التاني دلوقتي. لو انت عايز تواجه ويعني وتفضل تستعمل التليفون وتعتمد على قوة مقاومتك، يا عم قشطة يا عم، يا عم مش هقول لك حاجة يا عم. فزي ما كنا بنقول، دايما هتلاقي نفسك بتخش في دوامة. دايما هتلاقي ان في حاجات تانية بتحاول تسحبك. يعني مثلا وانت رايح تظبط المنبه، بتلاقي كنت التيك توك بتنور تحت كده، فتقوم دايس عليها، فتكتشف ان انت قعدت لحد الوقت اللي انت كنت رايح تظبط عليه المنبه. عشان تبدأ تقلل او تعدم استخدامك للتليفون خالص، لازم تعرف انت ليه اصلا محتاج التليفون، بعد كده تشوف بدائل للحاجات اللي انت بتحتاج التليفون فيها. طيب، انا متأكد ان كل مواطن مصري ما بيحتاجش التليفون غير في 4 حاجات بس. ايه هما ال6 حاجات دول اللي انت ما بتحتاجش التليفون غير عشان تستعملهم؟ السبب الاولاني بتضيع وقت، قاعد يا عم في مصلحة حكومية، قاعد مستني دورك في العيادة، قاعد مستني اي حاجة، فبتقوم مطلع التليفون من جيبك، تقعد تفر في اي حاجة، تقعد تلعب، تقعد تعمل اي حاجة عشان بس خاطر تضيع وقت. الحاجة التانية عادة. يعني ايه عادة؟ انت اتعودت ان انت بتقوم ساحب التليفون من جيبك وبتقعد تقلب فيه، انت اتعودت كده يعني بدون اي سبب كده. يعني اول حاجة بتخطر، اللي عارف انت الماسل ميموري، اول حاجة بتعملها لما تلاقي نفسك واقف او ماشي او بتعمل حاجة، تقوم مطلع التليفون من جيبك. يعني دي حاجة تقدر تعتبرها ان هي مفروضة عليك، هو مش بمزاجك، هو انت لا وعيك بيفرض عليك الموضوع ده. ان انت وانت بتعمل اي حاجة لا وعيا كده بتقوم مطلع التليفون، تلاقي نفسك قاعد 8 ساعات على الانستا. تحصل لاواعيا كتير والله ما الحاجة التالتة بقى حاجات سريعة. حاجات سريعة زي ايه؟ بتسجل حاجة، بتشوف الساعة، بتاخد صورة كده يعني. الحاجة الرابعة شغل. في ناس ما بتعرفش تقعد من غير ما تتابع ايه اللي بيحصل في شغلها، وانا عارف الشعور ده. خصوصا دلوقتي لان كل الشغل والدراسة وكل حاجة بقت الكترونية، وبقت محتاجة حضورك بشكل افتراضي يعني. الحاجة الخامسة ان انت بتتابع الاخبار. تمام، بتتابع اخبار. يعني في ناس يا جدعان بتستخدم السوشيال ميديا بهدف ان هي تفضل بس عارفة كل حاجة. هو مقتنع ان في حاجة هتفوته، ان في حاجة هتحصل لازم هو يبقى عارفها. ان هو مش متقبل ان هو يفضل قاطع فترة طويلة وفي حاجات تطلع وتموت وهو ما يعرفش عنها حاجة. يعني الخوف من ان حاجة تفوتك. دي الحاجة الخامسة. الحاجة السادسة والاخيرة، تواصل. بتتواصل مع اصدقائك، بتتواصل مع قرايبك، بتتواصل مع حد بعيد عنك، بتتواصل مع حد قريب منك، بتتواصل بقى ايا كان مكالمات، ماسنجر، واتس، انستا، ايا كان كل مواقع بقى السوشيال ميديا. هم دول ال6 اسباب اللي انت مش هتطلع براهم وانت بتستعمل التليفون.
خلينا نبدأ نلاقي بدائل لأول حاجة، وليه أكتر حاجة بتعصب إن أنت بتضيع وقت. فأنا عايز أقولك لو أنت متابع قديم واخد بالك وبتتفرج على فيديوهاتي ولسه بجد عايز تضيع وقت، اطلع يا اسطى من الفيديو. لو بعد كل ده وبعد ال37 فيديو دول لسه بجد عندك وقت عايز تضيعه، مش عارف اقول لك ايه. كلمش ان في حاجه شدتك فانت بتضيع فيها وقت، لا انا بتكلم ان انت كده بملء ارادتك كده، يعني انت من جواك عايز تضيع هذا المقدار من الوقت، لان كلنا بنضيع وقت يعني. بس الفكره انت بجد عايز تضيع الوقت ده ولا مش عايز؟ لو انت عايز دي كارثه، لان في حاجات كتير انت ممكن تعملها بالوقت الفاضي ده. يا عم كونك قاعد ما بتعملش حاجه احسن من انت تقعد على التليفون، او ان انت مثلا تستعمل التليفون في ان انت تكلم حد بغرض التواصل. دي عادي، دي ما يعني ما منطقيه، مش اقول لك حاجه، بس ان انت يعني كده بتفر في اي حاجه عشان تتخلص من الوقت ده، والوقت يجري بسرعه. يعني احنا مشكلتنا ان الوقت بيجري بسرعه، احنا عايزين نبطئ الوقت وانت بتسرعه. يا ابني انت ماشي ازاي؟ نيجي للسبب التاني وهو عاده. طيب في فيديو الادمان انا فهمت ليه الناس بتدمن على حاجه، وفي النص كده شرحت لك طريقه المحفزات والاثاره والسلسله دي بتمشي ازاي. ولو انت قريت كتاب العادات الذريه اللي انا في فيديو من الفيديوهات برضو كنت شويه وهبوس رجلك عشان تقرا، هتفهم كل حاجه. فخليني اقول لك تاني كده ازاي تتخلص من عاده معينه. العاده بتبدا ايه؟ بان انت بتشوف محفز. يعني ايه بتشوف محفز؟ يعني انت متعود ان في سيناريو بيحصل لما تتحقق حاجه معينه. فانت دلوقتي ماشي في الشارع والتليفون في جيبك، فبتقوم تعمل ايه؟ بتقوم تسحب التليفون من جيبك. ليه؟ عشان انت دلوقتي الحاله دي انت فيها فاضي، مفيش حاجه شغلاك والتليفون في جيبك، فلا واعيا هتقوم ساحب التليفون من جيبك عشان تستعمله. وده بيحصل بشكل لا واعي كتير جدا، اكتر ما هو بيحصل واعي اصلا. فعشان تتخلص من الحكايه دي ايه؟ لازم تتخلص اول حاجه من المحفز. اول حاجه ازاي تتخلص من المحفز؟ ما تنزلش وانت في جيبك التليفون، هتلاقي نفسك بتحط ايدك في جيبك فاضي. خلي التليفون دايما في مكان بعيد عنك. يعني في عاده مشهوره قوي ان الناس اول ما بتصحى من النوم بتقوم واخده التليفون عشان بقى تبص في الساعه، عشان تشوف حاجه، عشان بس هي الفكره مش هي بتستخدم التليفون. هي الفكره ان هي دلوقتي قايمه فبتسحب التليفون من جنبها على طول. هي عاده، هو الشرط بتاعها ان انت تصحى من النوم. فهو صحي راح مسك التليفون وقعد يقلب فيه، ممكن يقعد ساعه على السرير قبل ما يروح يشوف هو بيعمل ايه. فعشان تتخلص من العاده دي تقوم تعمل ايه؟ تقوم تدور فين المحفز اللي بيبدا الشراره اللي بتفتح عليها العاده دي. اللي بيبدا السيناريو التليفون بيبقى جنبك. ممكن تفكر تقول يا عبد الرحمن اللي بدا السيناريو او الشراره اللي افتعلت الحكايه دي كلها ان انا خدت التليفون. ما هو لو اعتبرت ان الشراره انت، فزي ما قلت لك الموضوع بيبقى في اغلب الاحيان لا واعي. فانت مش هتبقى واعي ان انت بتعمل شراره، فبالتالي مش هتعرف توقف الشراره. فلازم تكون الشراره شيء تقدر تتحكم فيه، لكن نفسك ما تقدرش تتحكم في نفسك غالبا يعني. فالشراره التليفون جنبك فتعمل اعتذر عن هذا التلوث السمعي. فالشراره هنا ان التليفون قريب منك، فهتعمل ايه؟ هتحط التليفون بعيد عنك. فانت تقوم من النوم مش هتلاقي حاجه تسحبها، فانت كده كسرت العاده. فانت دلوقتي هتدور ازاي تكسر عاده التليفون، بان تشوف ايه المواقف اللي بتتحفز منها وتتخلص من التحفيز ده. في كمان حاجه تانية بيقولك لو عايز تتخلص من عاده لازم تستبدلها بعاده تانية. يعني انت ايه؟ ابعد التليفون عنك وفي نفس الوقت تحط حاجه مكان التليفون عشان تستعملها وين كان. يعني مش هتفرق مادام انت في الاخر بتوصل لنفس النتيجه. طيب الحاجه اللي بعد كده شغل. اديك بقى المختصر المفيد في النقطه دي. اي شغل بتعمله من على التليفون تقدر تستبدله باللابتوب. اللابتوب بيعمل اي حاجه. ويندوز 11 دلوقتي تقدر تعمل من عليه اي كده، تنزل عليه كل مواقع السوشيال ميديا. واخد لي بالك؟ هتقول لي يا عبد الرحمن انا كده ما عملتش حاجه، ما كده نقلت اللي كان على التليفون على اللابتوب. اقول لك لا، اللابتوب ارحم بكتير من اللابتوب. ما تحطوش في جيبك وتمشي بيه في الشارع. اللابتوب محتاج ان انت تفتحه وتفتح الجهاز الاول، بعد كده تقعد تدخل الباسورد. قصه طويله، عمره ما يتحول في يوم من الايام انه يبقى عاده، لان هو بيحتاج مراحل شويه عقبال ما توصل للغرض اللي انت عايزه. انت بجد مش هتفتحه غير عشان في حاجه مهمه انت عايز تعملها.
نيجي للحاجه الرابعه، حاجات سريعه. ايه الحاجات السريعه؟ بتدون حاجه. تمام. طيب انا زي ما قلت لك انت هتبتدي تستبدل كل نقطه من النقط اللي احنا بنقول عليها بحاجه بديله. فهنا خلينا بقى ايه نتفصص كده. انت ايه الحاجات السريعه اللي بتحتاج فيها؟ حاجه هتنساها فبتدونها. الحاجه دي مش ممكن تدونها في ورقه؟ ممكن تدونها في ورقه. خلاص يا عم دونها في ورقه. خلي دايما معاك نوتة صغيره قد كده بتتباع في اي مكتبه، في اي كشك، في اي محل هتلاقي النوتة الصغيره دي. خدها معاك وخد معاك قلم ودون اللي انت عايزه، وهتحتل نفس المساحه اللي بيحتلها التليفون اقسم بالله. طب عايز تشوف الساعه؟ هات ساعه، اشتري ساعه، البس ساعه. يا جدعان انا الساعه دي والله اعظم اختراع في التاريخ البشري. لا هي مبالغه شويه بس هو بجد حاجه يعني. لازم بجد كل واحد يبقى معاه ساعه. لازم تبقى لابس في ايدك ساعه. تقول يا عبد الرحمن انت مش لابس ساعه؟ اقول لك لان انا مبوظ 3 4 ساعات، فانا يعني عندي تاريخ اسود مع الساعه. بس هناوي ان شاء الله هجيب ساعه يعني. في الفيديوهات القديمه على فكره كنت بلبس ساعه بس هي كمان ضاعت، فانا متاكد انك في يوم من الايام هتلاقيني لابس ساعه تاني. لان بجد يا جدعان الساعه دي مهمه جدا. احساسك اصلا بالوقت بيتغير بجد. بتحس بكل ثانيه بتعدي لما تبقى لابس الساعه في ايدك. بتبقى واعي بالوقت. على عكس يعني لما تكون انت ما بتشوفش الساعه غير من خلال الجهاز اللي بيضيع الوقت، فتناقض ومعادله غير مقبوله. لان انت كده ما ايه، انت مش واعي بالوقت اصلا. لان انت بتشوف الساعه وتسحل في حاجه تانية. عشان كده الناس يا جدعان بتقول ايه، انا قعدت وقت طويل قوي وما حسيتش، انا لسه بصيت في التليفون لقيت عدى 3 ساعات. ما هو لان هو مش واعي بالوقت. هو ما تعودش ان هو يبقى مراقب الساعه عشان يحس بالوقت اللي بيجري. فيعني انا هوريك حاجه دلوقتي. الاختراع ده من ضمن الاختراعات الجامده جدا، الجامده جدا يا جدعان. ليه؟ لان بكل بساطه لما تصحى من النوم وعايز تبص في الساعه انت مش محتاج تمسك التليفون عشان تبص في الساعه، فبقوم رامي التليفون في اي حته وبضغط على الزرار ده. اللي بيحصل هنا، ان انا بصور في وقت متاخر جدا. اللي بيحصل ان انا بشوف الساعه، وحرفيا انا لما بمسك البتاعه دي وبشوف الساعه هو ده اخري. معلهاش انستا، معلهاش فيس، معلهاش واتس، معلهاش اي حاجه تانية ممكن تسحني. وظيفتها كلها بتتمثل في ان هي تظبط منبه وتشوف الساعه. فانت كده استبدلت الوظيفه اللي بيعملها التليفون. وهي دي الفكره برضه من انت تلبس ساعه. وهي دي الفكره من انت تدون. ان انت عمرك وانت رايح تدون هتقوم شايل الورقه بتاعت التدوين تلاقي تحتها فيسبوك يعني. هي دي الفكره اصلا من ان انت عايز تشيل التليفون. لان التليفون زي ما قلت برضه في اول الفيديو هيحاول يشدك عشان تروح تعمل حاجه تانية. وانا ليه مش عايزك تواجه منصات السوشيال ميديا ومش عايزك تعتمد على ارادتك في ان انت تقف في وش المنصات دي؟ لان هي يا جدعان ذكيه جدا. المنصات في عصرنا هذا ذكائها يفوق الحدود. عارفه كل حاجه عن سيكولوجيه البني ادم. هتعرف ازاي تسحبك، بتعرف ازاي تجذبك. نوتيفيكيشن بقى هنا، اشعار بطريقه معينه، التطبيقات بتبقى منتشره على الديسك توب بتاع التليفون هي بجد بتعرف ازاي تدخلك وتشدك جواها. فيستحسن ان انت ما تواجههاش. لما يكون خصمك صعب للدرجه دي وفي هدف وراه فمش لازم تواجهه. لف من حواليه وخلاص. يعني مش عشان تشوف الساعه لازم تمر على كميه محفزات عشان تضيع لك وقتك. مش لازم تعبر المسار ده. مش لازم تخاطر المخاطره دي. لا يا عم هات ساعه تعديك على هدف دايركت من غير ما تعمل اي حاجه، من غير ما تضطر تواجه اي حد. وايا كان المبلغ اللي انت هتدفعه في البدايل دي عمره ما هيجي قيمته في قيمه الوقت اللي بيضيع منه. 100% ده استثمار ناجح. الحاجه الخامسه ان في حاجه هتفوتك. حاجه هتفوتك. خليني بقى اديك زتونة الموضوع ده كمان. 99% من الاخبار من الحاجات اللي بتتعرض لها انت ما تقدرش تغيرها. انت ما فيش في ايدك حاجه تعملها، صح ولا لا؟ صح. طيب اللي بتستفيده طيب من الاخبار دي ان هي بتبوظ عليك مودك وخلاص. يعني هتستفيد ايه لما تعرف ان ترامب مسك زيلينسكي هزقه في البيت الابيض؟ تهزيق ترامب لزيلينسكي في البيت الابيض اثر عليك انت ايه كمواطن مصري؟ انت إيه يعني انت هتستفيد ايه لما تعرف ان الماسونيه بتسيطر على العالم؟ حياتك مش هتصبح اسوأ، حياتك مش هتتحسن، وانت ما تقدرش تعمل اي حاجه في حل الموضوع. هو الموضوع امر واقع. انت بجد مش محتاج كده. غير كده ان انت ممكن تشوف خبر محزن بجد فانت ما طلعتش بحاجه من الخبر غير ان انت يومك باظ. ممكن تشوف خبر تسعدك بس في نفس الوقت ممكن تشوف خبر يحزنك. ممكن تشوف الاتنين ورا بعض. تعرفش انت يعني السوشيال ميديا بتحب قوي الحركه دي. تجيب لك خبر مفرح قوي بعد كده خبر محزن قوي بعد كده خبر مفرح. ايه يا عم وانا فار التجارب بتاعك؟ واخد بالك؟ يجيب لك مثلا فيديو
ادعيه وقران واذكار وبتاع، بعديها هتلاقي فيديو البهجه اتصل. انت مقتنع؟ واحد يا عم سايف فيديو احتفظ بحاجه، عمل حاجه، يقول شفت لما كنتش بقعد وما كنتش بستهلك سوشيال ميديا وما كنتش بعمل كده، ما كنتش عرفت القط الحاجات المهمه دي. يا اسطى والله كل ده لا يغنى عن الوقت اللي انت دفعته. لو انت خدت الوقت اللي انت قعدت فيه تستهلك سوشيال ميديا عشان تطلع بالكام حاجه دول واستثمرته في حاجه تانية، النفع اللي هيعود عليك من الحاجه التانية اضعاف من اللي هتستفيده من الكام فيديو اللي انت سيفته. وبعدين اغلب الفيديوهات اللي انت بتسيفها دي يعني انت حسيت ان هي حاجه مهمه فلربما تحتاجها في المستقبل، بس انت ممكن تبقى حاليا انت مش محتاجها. ان انت لما تحتاج حاجه تروح تسرش عليها وتتعب شويه احسن من ان انت تستنى كل الحاجات تجيلك. انا في الاول الصراحه كنت بعمل على تيك توك، كان في دايما اللي هي الفولوينج، الناس اللي انا بتابعهم، كنت بروح دايما اروح اقلب فيها على اساس هم دول اللي ممكن ينفعوني في الموضوع. بس فين يا اسطى؟ كل 10 فيديوهات كل 40 فيديو في فيديو حلو، في فيديو بينفعك. فانت بجد يعني انت محتاج تدفع 40-30 فيديو عشان توصل في الاخر للفايده؟ طب وليه يا اسطى؟ فصدقني مفيش حاجه هتفوتك، انت طبيعي والدنيا كلها دايره وترندات تموت وترندات تطلع، والله انت لسه بني ادم. انت ما في الدنيا يعني مش هيفيدك في حاجه. الزلزال اللي حصل في تركيا ولا الحرب اللي اعلنتها روسيا على اوكرانيا، كل ده مش هينفعك في حاجه، ولا انت لك اليد ان تغير من الامر شيء، الا لو انت بتحكم العالم مع الماسونيه، او ان انت وزير روسيا، او ان انت اي حد من المناصب الكبيره دي. وحتى ولا مش هتبقى محتاج ساعتها السوشيال ميديا عشان تقولك الاخبار يعني. اخر حاجه واللي هي الحاجه السادسه، ان انت بتتواصل مع اصدقائك واقربائك. تمام. بكل اختصار، لو انت ليك اصدقاء او اقرباء خارج دولتك، فانت محتاج وسيله اتصال تعتمد على الانترنت. زي ايه؟ زي الماسنجر والواتس. مش هتحتاج حاجه اكتر من دول، الماسنجر والواتس. الماسنجر عشان مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتيه وكمان الرسائل، والواتس عشان الرسائل. تمام. الحاجه دي ممكن تعملها من على اللابتوب لو عندك لابتوب. ما عندكش لابتوب فالتليفون الصراحه يعني من الغباء ان انت ما تستعملوش في الحكايه دي. طيب لو انت مالكش اصدقاء او اقرباء بره مصر وكل معارفك جوه مصر، فانت ممكن تجيب التليفون النوكيا الاسطوره على هيئه شاشه بزراير. هتعمل لك ايه الاسطوره دي؟ هتقدر تتكلم من عليه زي ما انت عايز برصيد. طيب هتقول لي يا عبد الرحمن انا عايز اكلم بالنت. هقول لك انت ليه عايز تكلم بالنت؟ تقول لي عشان عايز اقعد اتكلم براحتي من غير ما ياخد مني رصيد. اقول لك ما دي مشكله، انت كده بوظت اللعبه. ان يكون في رصيد بتخسره دي حاجه حلوه. ليه؟ عشان ما تتماداش في المكالمات ويصبح حضورك الافتراضي اكتر من حضورك الواقعي. لما تكون المكالمه برصيد انت هتشبع غايتك في ان انت عايز تتكلم تكلم معارفك وتطمن على قرايبك وايا كان اللي انت عايز تعمله، او عايز تقول حاجه مهمه او عايز تنقل خبر. لما تصبح المكالمه من غير رصيد هيبقى قيمه المكالمه ان هي ملهاش قيمه، انت ما بتخسرش حاجه وانت بتتكلم. فانت بالتالي هتضطر تقول، مش هتضطر يعني ايه، هتمين ان انت بقى تقعد تقول اي حاجه مش مهمه بقى. ما هو انت مفيش حاجه بتخسرها، فانت ممكن تقعد الوقت طويل قوي وانت بتتكلم في حاجات مش مهمه، فده ضياع وقت. حاجه كده يا جدعان عامله زي يقول لك ايه، شفت شخص قبل كده بيقول لو انت عايز تروح الجيم اشترك في جيم غالي. ليه؟ عشان تحس بقيمه اليوم اللي انت ما بتروحوش. هي دي الفكره. لو انت عايز توفر وقتك خلي ضياع وقتك بفلوس، هو ده المبدأ من الاخر. تمام. ولو انت عندك جهاز لابتوب فانت يعني يا اسطى انت بجد انت في حته تانية، انت كده وفرت على نفسك حاجات كتير قوي. اعمل كل حاجه من على اللابتوب يا اسطى احسن لك. لو انت عندك كمبيوتر او لابتوب بجد انقل حاجاتك كلها على اللابتوب وارمي بقى، ارمي ده شايف ده، ارميه ملوش لازمه. توفرت كل حاجه. ولو انت ما عندكش لابتوب فيا ريت اول حاجه تجيبها بعد الاكل والشرب تكون اللابتوب. ويا ريت لو انت ما عندكش تليفون يا ريت ما تجيبش تليفون متطور جدا. هات تليفون عارف انت اللي هو يعذبك وانت بتعمل على اي حاجه، تليفون تتكلم من عليه بس. تصدقني دي احسن حاجه. في ناس ممكن تشوف ليه يا عم اعمل في نفسي كده وايه العذاب ده والله يا ابني العذاب ان انت يكون معاك التليفون الحلو او التليفون المتطور، هو ده العذاب. انك ما يكونش عندك حاجه بتقاومها
اسهل بكتير من ان انت تستفيد من ميزات حاجه محتاج تقاومها في كل لحظه. طبعا لما خلاص بقى تستبدل حاجات كتيره مكان التليفون، ويصبح التليفون ملوش مكان في يومك، هيفضل برضو للامانه تستعمل التليفون في حاجات بقى فودافون كاش انستا باي اللي هي المعاملات الماليه. بتصور حاجه، يعني اكيد مش هتجيب كاميرا عشان ما تستورش بالتليفون يعني، فهتستخدم برضه التليفون في التصوير، هتستعمله يعني ايه عشان ما اكدبش عليك، انت مش هتستغنى عليه بنسبه 100%، بس ما لا يفعل كله لا يترك كله. استغنى عليه يا عم بنسبه 90% وهتبقى انت كده حلو جدا. استغنى عليه بنسبه 80%، بس ما تضيعش الليله كلها وتقول لي استغنى عليه بنسبه 10%. هذا ما هو ليس منطقي. وتذكر دائما أن أسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحة لتعبر بها عن رأيك بكل حرية. سلام عليكم.